نعم، هي لم تكن اشتباكات، هو هجوم عسكري منظم، يعني مسنود بطائرات استطلاعية وطائرات مروحية تابعة لسلاح الجو العراقي. قصفت اليوم موقع تابع للجماعات المسلحة في منطقة وادي حران. هذا المكان يعني في صحراء الأنبار، وهنالك قوة عسكرية ضخمة جدا ذهبت إلى صحراء الأنبار، ويبدو أن هنالك عملية عسكرية واسعة النطاق سوف يتم من خلالها تمشيط صحراء الأنبار بحثا عن الجماعات المسلحة والقضاء عليها. ورئيس الحكومة أمهل القوات العراقية 7 أيام للقضاء على منابع الإرهاب، لكن وردتنا معلومات قبل قليل تتحدث عن أن مجاميع مسلحة يعني قامت باختطاف 3 شاحنات تحمل عجلات ذات دفع رباعي، تحمل نحو 30 سيارة ذات دفع رباعي، وهنالك معلومات تتحدث عن أن هذه العجلات تابعة لوزارة الداخلية. العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في صحراء الأنبار، وهنالك قوات ذهبية، قوات خاصة ذهبت إلى تلك المنطقة. ود الإشارة أيضا إلى أن العاصمة بغداد أيضا شهدت بعض الخروق الأمنية، منها هو استهداف أمر فوج يعني يعود إلى الفرقة 17 بانفجار عبوة ناسفة، وقد قتل هو وعدد من الجنود الآخرين. كما أن هنالك هجوم مسلح استهدف زوار أربعينية الإمام الحسين في منطقة حي الجامعة غربي العاصمة. أسفر هذا الهجوم عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وردتنا معلومات أيضا تتحدث عن مقتل عدد من الزوار لسقوط عدد من القذائف الهاون استهدفتهم أثناء عودتهم من كربلاء. وأيضا هنالك إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات الأمنية العراقية على طول الطرق الرابطة ما بين كربلاء وبغداد وبقية المحافظات، خوفا من أي هجمات تستهدف الزوار. نعم.